السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن تقرحات الفم. طبعا دي بتحصل طبعا للناس الكبار، بتحصل خصوصا في الأطفال، بتبقى حاجة طبعا متعبة. فطبعا بنقوم مستخدمين طبعا ميكونيز. طيب الميكونيز ده بيبقى جل، فبيبقى فيه كده صعوبة شوية إن احنا لما نحط الجل ما بيبقاش ثابت في المكان بتاعه. طيب بنعمل ايه؟ خلاص، او هو اصلا بيستخدم ازاي؟ احسن حاجة ليه طبعا لو فتحت علبة الميكونيز بيكون فيها معلقة. تمام. طبعا الناس الكبار لغاية سن سنتين بياخدوا نص معلقة. تمام. والناس الصغيرين بياخدوا ربع معلقة 4 مرات في اليوم. يعني في الاتنين الناس الكبار لغاية سن سنتين بياخدوا ربع معلقة مرتين، 4 مرات في اليوم. تمام. بعد الأكل، لأن عادي لو بلعت مفيهاش مشكلة. وكذلك برضو في الأطفال من أول 4 شهور لغاية سنتين برضو بياخدوه، بس بياخدوا ربع معلقة. تمام. طيب اول حاجه انا بقى فتحت اهي. تمام. بعد كده بس بفتح العلبه. بعد كده بقوم حاطط مثلا ربع معلقه او نص معلقه على حسب حسب الجرعه بتاعتي، واقوم حاطه كده هنا. طبعا ده ده كده جل. تمام. انت لو شفته اهو هتلاقيه عباره عن جل. طبعا لازم اكون غاسل ايدي كويس. ببدا اقعد اعمل كده، اقعد اعمل كده شويه، اقلبه شويه 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 كده. لغاية ما بحس ان القوام بتاعه بدأ ان هو يتغير شوية، بدأ يعني يكون كريمي شوية. خلاص. ببدأ بعد كده عادي بإيدي. طبعا لازم إيدي تكون نضيفة وأكون غاسلها كويس. ببدأ مثلا عندي في تحت هنا، مثلا عندي هنا الألسر موجودة هنا أو التقرحات موجودة هنا. أبدأ بعد كده أقوم حاطه مثلا هنا كده بس. طبعا ده مش هيخليه طبعا هو يعني يقع أكتر من كده. ده بيبقى شكله بعد ما تعمله. شكرا.